الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو آخر درس نتوقف إلى ما بعد العيد إن شاء الله، فلا ندخل في درس جديد. أن المؤلف حفظه الله تعالى سوف يذكر سنن في الصلاة، وهي كثيرة، فنؤخرها إن شاء الله إلى ما بعد العيد كي يرتبط الدرس، ونجعل هذا الوقت مراجعة في بعض ما مر، في بعض ما تقدم معنا. فما هي أول السنن التي ذكرها المؤلف، أو قسم المؤلف حفظه الله تعالى السنن إلى قسمين: سنن موقوتة. قسم المؤلف رحمه الله تعالى السنن إلى قسمين: سنن موقوتة وسنن غير موقوتة. والسنن المؤقتة أي بأوقات معينة في اليوم والليلة، إلى كم قسم المؤلف؟ إلى كم أوقات؟ نريد المراجعة. إلى 7 أوقات. مر معنا كم من الأوقات؟ مر معنا وقتين: وقت ما قبل الفجر، ووقت الفجر. وقت الفجر لم نكمل، لكن قد شرعنا فيه. طيب، وقت ما قبل الفجر قسمه المؤلف إلى قسمين: وقت ما بعد الاستيقاظ من النوم، أي ماذا يفعل عند استيقاظه من النوم. من يذكر لنا السنن أو بعض السنن عند الاستيقاظ من النوم؟ عندما تقوم من النوم مر معنا، ماذا تفعل؟ ما لكم؟ ما أحد يذكر سنة عند الاستيقاظ من النوم؟ أحسن، التسوق، هذه من السنن عند الاستيقاظ من النوم. غيرها؟ الوضوء. أحسنت، أيضا عند الاستيقاظ من النوم أيضا يتوضأ. أيوة،
وما لكم الدعاء. ما هو الدعاء؟ من يأتي بالدعاء؟ من يأتي بالدعاء؟ سهل. عند الاستيقاظ من النوم يدعو، يقوم يأتي بالذكر. ما هو؟ أحسنت. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مر معنا السواك، الوضوء، الدعاء أي الذكر، أيضا الصلاة. دعا هذا القسم الثاني، صلاة الليل، قيام الليل. القسم الأول عند الاستيقاظ من النوم غسل، أحسنت. دلك العينين، مسح العينين باليد لأجل أن يذهب النوم. إذا قام من النوم، استيقظ من النوم، سن له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس: يدلك عينيه بيديه لكي يذهب عنه النوم، يذهب النوم، يمسح النوم عن وجهه، يمسح النوم عن وجهه. أيضا ينظر إلى السماء، أيوة معها، ويقرأ. أحسن. ينظر إلى السماء ويقرأ 10 الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، وهي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما، إلى آخر الصورة، إلى آخر الصورة. إذن هذه من سنن الاستيقاظ، سنن الاستيقاظ. وذكر الوضوء. الوضوء ذكر المؤلف عندما ذكر الوضوء ذكر له سنن. ما هي السنن التي ذكرها المؤلف حفظه الله عند الوضوء؟ السواك، توضأ السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وعند كل وضوء. حديث عائشة: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي. أيضا من سنن الوضوء غسل الأعضاء، غسل الكفين. أيضا من سنن الوضوء أيضا غسل الكفين، وأيضا غسل الأعضاء 3: الواجب مرة في الوجه واليدين والرجلين، الواجب مرة، لكن يستحب هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يتوضأ 3 ويجزئ التوضؤ مرة أو مرتين، أو يخالف، يغسل وجهه مرة ويديه مرتين ورجليه 3 أو ما شاء. أيضا من سنن الوضوء
سنن الوضوء. ها؟ الاستنشاق واجب، لكن المبالغة في الاستنشاق وكذلك المضمضة، يعني قاسوا العلماء على المبالغة في يعني الاستنشاق، وكذلك المبالغة في جميع الأعضاء، المبالغة في غسل الأعضاء. وأيضا هو الأهم بعد الوضوء من سنن الوضوء، ما هو؟ بعد انتهاء من الوضوء تأتي بسنة، ما هي؟ الذكر. الذكر حفظتموه صح؟ من حفظ الذكر بعد انتهاء من الوضوء ماذا يقول؟ لا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا الذكر الوارد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، هذا الثابت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وأما لفظة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لم تثبت، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لم تثبت. القسم الثاني قيام الليل والوتر. القسم الثاني من وقت ما قبل الفجر قيام الليل، ويسن فيه أمور: أن يصلي صلاة الليل في وقتها الأفضل. ما هو أفضل وقت لصلاة الليل؟ ما هو أفضل وقت لصلاة الليل؟ الثلث الآخر. مر معنا قسم المؤلف أو رتب المؤلف حفظه الله تعالى قيام الليل على 3 مراتب. المرتبة الأولى ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. إذن أفضل وقت لصلاة الليل هو الثلث من النصف الآخر، هذا أفضل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة نبي الله داود. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يقوم ثلث الليل الآخر، آخر ثلث في الليل، يجعل الليل 3 أقسام، والثلث الآخر يقوم فيه، يعني لا ينام ما قبل الفجر، لا ينام بعد صلاة الوتر، إنما يقوم ويصلي إلى طلوع الفجر في الثلث الآخر من الليل. هذه المرتبة الثانية. أما المرتبة الثالثة أن يصلي أول الليل أو في الجزء الذي تيسر له، يعني بعد صلاة العشاء، أو يؤخرها إلى نصف الليل، في هذا من بعد صلاة العشاء إلى نصف الليل يصليها، يعني
وقت، أي وقت من هذا الوقت، يعني تكون أول الليل، لحديث جابر: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، فليوتر أوله. وأما يعني المرتبة الثانية وهي يعني قيام الثلث الآخر من الليل، أيضا يدل عليه حديث جابر: فإن طمع أن يقوم آخر الليل فليقم فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وكذلك يعني أن في الثلث الآخر من الليل نزول الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.